حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد من وصفات يونس. وصفاتنا ديال اليوم بصيلة الكفتة بالخضار، طريقة سهلة جدا تتجي لذيذة وتتحمق. تنتمنى من الله تعجبكم الوصفات اليوم. مرحبا بكم، ما تنساوش كيف العادة من جيم وبارتاجيو الفيديو إلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم. حبيبتي، نبداو على بركة الله بطريقة التحضير. حبيباتي، هاد المكونات اقتصاديين متواجدين في كل منزل. عندنا معلقة ديال الخرقوم، عندنا معلقة ديال التحميرة، عندنا معلقة ديال البزار، عندنا معلقة ديال القزبر، معلقة ديال الكمون، معلقة السودانية، معلقة سكنجبير، عندنا بصلة مشلضة، عندنا معلقة كبيرة ديال الربيع، عندنا جوج دروس تاع الثومة، عندنا معلقة صغيرة تاع الملح، عندنا جوج قرعات خضرين محكوكين وجوج خيزوات محكوكين. على فكرة حبيباتي، هاد القرعة وهاد خيسو حكوهم في الحكاكة الغليظة. وعندنا 150 غرام ديال الكفتات بيبي تجيبيها البسطيلة معتبرة، وعندنا باكية صغيرة ديال الشعرية الصينية. غادي نبداو حبيباتي في التحضير. نضيفوا الملح على الشعرية الصينية، نديروا شوية الماء طايب ونخليوها ترخى. نشدو جوج دروس تاع الثومة ونحكوهم فوق المقله. عرفتوا حبيباتي، تعطي واحد المذاق جد رائع ولذيذ بزاف، ما تتصوروش شحال المنافع فيها. نضيفوا شويه ديال زيت الزيتون، ثم نضيفوا معاهم 150 غرام ديال الكفتات بيبي. اللي ما تعرفش كفته ديال بيبي هي كفته ديال الديك الرومي. نشحروا الكفته على نار مهيله باش ما تحرقش نص. على فكره ما درنا لا ملح لا عطريه لا والو باش ما تحرقش العطريه. تشحر الكفته مزيان، عاد نزيدو المقادير الاخرى. الغزالات ديالي تبعوا معايا المراحل من الاول حتى الاخر باش ما تفوتكمش ولا لقطه واحده. كيف تشوفوا معنا خلطوا المكونات مزيان باش تنسجم البصله والثومه مع الكفته. بعد ما انسجمت العناصر غادي نزيدو الجزر محكوك والقرعه محكوكه، نخلطو مزيان باش تنسجم المكونات مع بعضياتها. ثم نضيفو واحد شويه الملح، ثم خليط التوابل. نحركو العناصر مع بعضياتها جيدا. بعد ما خلطنا العناصر جيدا غادي نضيفو معاهم 4 المعالق الزيتون مقطع مع دوام التحريك. بعد ما الشعريه الصينيه ديالنا ترخات غادي نقطعوها على هذا الشكل ونصفيوها من الماء. بعد ما صفيناها نضيفوها على الخليط مع دوام التحريك حتى تنسجم العناصر. عرفتوا حبيباتي، واحد الريحه عاطيه تتشهي بزاف. بعد ما انسجمت العناصر كلها غادي نخليو الخليط ديالنا يبرد. بعد ما الخليط ديالنا برد غادي نقوموا بتحضير البصيله ديالنا. غادي نحتاجو فيها الزيت العاديه ونص معلقه تاع السودانيه ونص معلقه ديال التحميره والخليط بعد ما برد وربعه تاع الورقه. والصينيه فين غادي نحطوا الورقه ديالنا بعد ما دهناها. غادي نديرو مزيج ديال الزيت والسودانيه والتحميره ونخلطوهم مزيان. دابا غادي نوجدوا الورقه وتبعوا معايا طريقه تحضير البسطيله. كما تشوفوا معنا تندهنوها مزيان بداك المزيج تاع الزيت اللي مخلط بالسودانيه والتحميره. دابا غادي نضيفوا الورقه الثانيه ونفس الشيء ندهنوها بالمزيج. دابا غادي نضيفوا الورقه التاليه وندهنوها كذلك تنكملوا الدائره. وغادي نزيدو ورقه اخرى في الوسط ونفس الشيء ندهنوها بالمزيج ديالنا. دابا غادي نديرو الخليط وغادي نوزعوه على البسطيله ديالنا. غادي نضيفو دابا الفرماج وغادي نوزعوه على الخليط. غادي نوزعوه على هذا الشكل باش يعطي مذاق لذة. دابا غنجمعوا الورقه على هذا الشكل وتبعوا معايا الطريقه ديال الطي ديالها.
دابا غادي ندهنوها، نديرو عليها ورقة من الفوق ونجمعوها من الجناب على هاد الشكل، ثم ندهنوها ونضعها في الفرن. بعد ما وضعناها في الفرن لمدة 15 دقيقة، هانتوما كما تتشوفوا معنا جات مقرمشة وتتشهي. حبيباتي بالصحة والراحة، إلا عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني باش ديما يوصلكم الجديد في قناة وصفات يونس. شكرا على مشاهدتكم وتشجيعاتكم.